اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن حال وبصحه مزيانه يا ربي امين. كل دار مغربيه وكل مرأة مغربيه بطبيعه الحال تستعمل الكوكوط وما تنستغناوش عليها بطبيعه الحال في المطابخ ديالنا. ويقدر احنا اكثر شعب تنستعملوا الكوكوط بزاف، والكوكوط هي المساند الرسمي في المطبخ للمرأة طبيعه الحال. اي حاجه بغينا نديروها سريع ودغيا طيب نقولوا الصديقه نتاع المراه الكوكوط، ولات بطبيعه الحال في الاسواق بالاشكال والانواع. ولكن الكوكوط تتشكل كذلك كما تتعاوننا في الطياب، تتشكل كذلك واحد الخطر، وهي قنبله موقوته عندنا في المطبخ. وتنشوفوا بزاف نتاع الحالات اللي تيطراو. الله يحفظ، الله يجيرنا ويجيركم يا ربي امين وجميع العباد. شحال من وحده الله يحفظ تفرقعت عليها الكوكوط، وعلاش وكيفاش؟ حيت بلاصه هذيك الصفاره، يعني الصفاره اللي تكون في الكوكوط ما تنسرحوهاش، تنطيبوا فيها العدس، تنطيبوا فيها اللوبيا، نديروا فيها اي حاجه. واكثر خطر تشكلوا علينا الكوكوط هي فاش تنديروا العدس، حيت هذيك الجلفه نتاع العدس بطبيعه الحال تتوحل في هذيك البليصه نتاع الصفاره، والله يحفظ يقدر تفرقع. الا ما خطيش بالك تقدر تفرقع دائما. كما الماكينه نتاع الصابون لا ماشين لافي دائما من شهر لشهر ولا من شهرين لشهرين تنديروا هذاك الغسيل بطبيعه الحال الدوره نتاع الغسيل باش نقيوها. كذلك حتى الكوكوط خصنا المراقبه ديالها، ماشي غير في الشهر ولا هذا وقت ما طيبنا شي حاجه نمشيو لبلاصه الصفاره، وبطبيعه الحال نشوفوها واش مسرحه ولا لا. كذلك هذيك الصفاره كما طايره فيها شي جلفه داخله فيها شي حاجه، نراقبوا مزيان هذيك البلاصه نتاع الكوكوط. علاش درت هاد لا فيديو هذا؟ انا نتفرج في واحد الصفحه كاينه في الفيسبوك، حتى طلعت لي واحد السيده وقالت شوفوا لقيت واحد لا فيديو. السيده لا توضرات ليك الصفاره زعما بغيتي طيبي وما لقيتي الصفاره توضرات لك في الكوزينه، ما عليك انك ديري غير خيزو، تقبطي نص نتاع خيزوه كما باين وظاهر في الصوره، وديري هذيك النص نتاع خيزوه. عرفتي انت اختي شنو بارطاجيتي اسوأ ما كاين؟ انتي بارطاجيتي واحد الحاجه اللي صعيبه وواعره بطبيعه الحال. دابا غتجي واحد السيده تبغي طيب، ما غتلقى الصفاره، غتمشي تهز خيزوه وغديرها بلاصه الصفاره، راك شكلتي عليها خطر وعلى وليداتها، وشكلتي عليها خطر تقدر الله يحفظ هاد الكوكوط تفرقع. علاش؟ حيت بلاصه الصفاره كيف تنعرفوا فيها واحد جوج تقيبات، يعني دوك التقيبات تيخرجوا هذاك النفس اللي تيطلع لينا في خلال الطياب من الكوكوط. ولكن انت هنا خيزوه مسدوده ونديروها في الكوكوط راه غتفرقع لينا. واش نتوما تتعرفوا اشنو تتقولوا، شنو تتبارطاجيو، ولا غير مجرد انك بغيتي ديري فيديو ويجيب لك واحد المشاهدات وتدخلي على حساب الناس الفلوس وصافي؟ ما تتفكريش المصايب اللي غيجيو من وراء هاد لا فيديو اللي بارطاجيتي مع الناس؟ راه انت شكلتي واحد الخطر على اي سيده مسكينه غتسمعك وغدير النيه ديالها وغادي تمشي وغادي دير في بلاصه الصفاره ما لقات الصفاره غتهز الطرف نتاع خيزو وغديرو. وهذا راه شكل خطر عليها وعلى وليداتها وعلى الدار ديالها. فكروا في الناس شويه، ما تفكروش غير في راسكم. راكم غتبارطاجيو واحد المعلومه، راه شحال من واحد غيهز هاد المعلومه وغادي يطبقها. كاينين كذلك الزوافريه اللي تيطيبوا في الشانطي بحال كتيكونوا خدامين ولا تيخرجوا بحال هكا الخلا يطيبوا مجموعه نتاع الاصدقاء، ينساو الصفاره نتاع الكوكوط، يبغيو يطيبوا يمشيو حتى هما يديروا بحال الطريقه نتاع غير. واش نتوما تتشكلوا خطر بحال هاد الحوايج اللي تتبارطاجيو على الناس وتجيو وتبارطاجيوهم؟ ما عندكمش ضمير؟ واش ضميركم ما كاينش؟ عباد الله، بحال هاد الحويجات هادو ما تبارطاجيوش واحد الحاجه اللي فيها الهلاك نتاع الناس. وكذلك يكون العقل ديالكم ماشي اي حاجه شفتوها تمشيو تطبقوها. انا من هاد لا فيديو تنادي اي مرأة سمعت هذاك ستوري او هذاك مقطع نتاع لا فيديو، راه بطبيعه الحال غتكون بارطاجيه في الانستغرام، غتكون بارطاجيه في الفيسبوك، كذلك في التيك توك. اي حاجه شفتوا بحال هذا المقطع هذا عندكم تطبقوه، عندكم تطبقوا بحال هاد النصائح الفاشله، النصائح اللي تتودي في الهلاك. هذا هلاك قالوا اخواتنا المصريين، النصائح اللي تودي في داهيه.
ويلي حي لما كايناش اختي الصفاره قعدي الارض ما طيبيش بلاش. اللهم ما طيبيش ولا تصيفطي راسك الخطر. وكما قلتها لكم دائما، راقب الكوكوط ديالي، راقبها مزيان. الجلده نتاع الكوكوط كذلك راقب بلاصه الصفاره، ضروري المراقبه. ماشي غير نطيب ونمشي نغسلها وصافي ونجي عاوتاني مره واحده اخرى نطيب. عرفتي ديك النهار الله يحفظ والله الا شفت واحد السيده مطيبه العدس مسكينه، عجي راه تفرقعات، راه اش غنقول لكم، راه الله يستر بحال القنبله، راه قنبله صافي. عافاكم. اي سيده في المنزل ديالها وفي المطبخ ديالها، راقبي الكوكوط. خافي على راسك، خافي على وليداتك، وماشي اي حاجه تبارطاجا تطبقيها. راه كاينين الناس اللي تيبارطاجيو غير لمجرد انهم يبارطاجيو باش يديروا الحدث، باش بطبيعه الحال الناس يدخلوا واو احنا لقينا الحل، لا تودرات لينا السفاره نوض ونمشي وندير في بلاصه السفاره خيزو. بحال كذلك غادي نهضر من بعد ما هضرت على السفاره نتاع خيزو راه تتشكل خطر، غادي نهضر كذلك على واحد الخطر اللي بطبيعه الحال تتهلكي به صحتك وصحه وليداتك. من بعد انت تتحافظي على وليداتك وما تتبغيهمش ياكلوا اي حاجه في الزنقه ولا ياكلوا ماكل الزنقه. تتبغي توجدي لهم اي حاجه في الدار وتديري في مجهودك وتوقفي في المطبخ باش توجدي لوليداتك ماكله صحيه، ولكن في التالي تتلقاي راسك انك انت تتشكلي واحد الخطر بواحد الحاجه اللي تديري. اشنا هي هاد الحاجه؟ تنشوف بعض النساء وما اكثرهم من بعد ما شافوا بعض اليوتيوبات ومن بعد ما تبارطاجات هاد المساله حتى هي، من بعد ما تتنصبي الطاجين تدير عليه بلاستيكه. علاش؟ باش يطيب الطاجين قالك دغيا. اخوتي ويوجد. وكاين كاع اللي ما تيديرش فيه الماء، داك البخار تيقول لك اللي تيطلع من الخضار وهذاك اللحم اللي حنا ناصبينه في الطاجين، هذيك الميكه تترجعو تتخلي لنا الطاجين يتعلق. لا راه ماشي تتخليك الطاجين يتعلق ولا تتساعدك في الطياب باش يطيب سريع الطاجين، راك تتشكلي خطر وتدخلي واحد المواد نتاع السلطه لجسمك وجسم ولادك. عافانا وعافاكم الله والله يحفظ لينا وليداتنا. تديري البلاستيكه وانتي عارفه اشنو هذيك البلاستيكه تتشكل خطر، وبلاستيكه شي حاجه اللي فيها مواد سامه وانتي تستعمليها فوق هذاك الطاجين. حيت شفتي في لا فيديوهات نتاع اليوتيوبات اللي الله يسامحهم يا ربي هذا الشيء اللي تيبارطاجيو وتجي نتي وتطبقي هاد المساله هذه بلا ما تفكري وانتي عارفه المخاطر تاع ديك البلاستيكه. فالله يعطيكم الستر، ماشي اي حاجه شفناها نطبقوها، وماشي اي حاجه شفناها نديروا بحال هذاك الشيء اللي شفناه. راه كاين واحد اللي تيبارطاجي ديك المساله وهو ما عارفش المخاطر ديالها. فالله يعطيكم الستر، عرفوا المخاطر نتاع اي حاجه على الجسم ديالكم، على الجسم تاع وليداتكم. والله يا ربي يحفظنا ويحفظكم وعافانا وعافاكم الله. وعندكم الخطر نتاع البلاستيكه فوق الطاجين، وعندكم الخطر نتاع الصفاره نتاع الكوكوط. والله يا ربي يحفظ الجميع وشكرا لكم.